السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواية من الناس والمتابعين والأصدقاء لما يشوفوني بالأسواق أو بالشارع أو بالطريق يسألوني سؤال واحد دائما: كابتن، شو تفضل؟ مدرب محلي لو مدرب أجنبي؟ وبهذا الفيديو راح أحاول أجاوب على هذا السؤال اللي شاغل الناس كلها. بالبداية احنا لازم نفهم شيء مهم: طريقنا للتأهل لكأس العالم هو فقط هذه المباراتين في هذا الدور الثالث، واللي راح تكون أمام كوريا الجنوبية وبعدها أمام الأردن. لو ممكن نروح إلى الدور الرابع وما نقدر نتأهل مباشرة من هذا الدور. أنا دا أحاول أسأل هذه الأسئلة لأن هواية من الجمهور الرياضي لحد الآن ما يريد يفكر بموضوع عدم التأهل المباشر من هذا الدور. وطبعا أنا أيضا مع هذا الجمهور ونفس تفكيره، والسبب في هذا التفكير هو أنه كاساس سوى للجمهور صدمة كبيرة بالنتائج الأخيرة، واللي ما تعكس نهائيا حجم المواهب الموجودة في داخل المنتخب العراقي. فإذا أنا أقول لهذا النوع من الجمهور الرياضي بأنه عليه أن يغير حساباته بسرعة حتى لا يتلقى صدمة أخرى بعد شهرين. ولازم نفكر اليوم بأنه المباراتين ممكن تتحول إلى 4 مباريات إذا ضفنا لها مباراتين بالدور الرابع، وممكن تتحول إلى 6 مباريات إذا لعبنا الدور اللي بعده ذهاب وإياب مع ثاني المجموعة الثانية بالدور الرابع، وممكن تصير أكثر من 6 مباريات إذا دخلنا بالملحق العالمي، وهذا كله راح يكون بوقت قصير. يعني الفكرة اللي أريد أوصلها هنا هي أنه إحنا بعد المباراتين إذا ما تأهلنا لكأس العالم مباشرة فراح يكون عندنا طريق جديد لازم نمشي بيه للأخير ونكمله. وما من المعقول إذا ما توفقنا بالمباراتين أمام كوريا والأردن راح نرجع ندور على مدرب آخر من جديد. وهسه خلوني أوضح فكرتي بصورة أخرى حتى يفهمها الجميع على بساطتها. الفكرة هو أنه أنت اعتبر نفسك رايح تشتري سلعة معينة، ومثلا تكون سيارة أو جهاز تكييف. لما راح تشتري السيارة أكيد راح تفكر يكون بيها تبريد بالصيف وتدفئة بالشتاء، وهذا الشيء ممكن ينطبق على أي سلعة ثانية. فخلونا نعتبر المدرب اللي يريده للمنتخب الوطني لازم تكون بيه مواصفات تفيدنا على المدى القريب والبعيد. يعني لازم نفكر إلى أبعد من المباراتين القادمة مع كوريا والأردن، لأن بصراحة المهمة أنا برأيي الشخصي مو صعبة، لكن بالمنطق وعلى الورق المهمة صعبة ومو سهلة. وهسه وصلنا إلى السؤال الأكثر سؤالا هذه الأيام: مدرب محلي لو مدرب أجنبي؟ وحتى أجاوبكم على هذا السؤال خلونا ندخل بعمق هذا السؤال ونقسمه إلى أجزاء. الجزء الأول هو جزء المدرب الأجنبي. هل المدرب الأجنبي عربي لو غير عربي؟ وإذا قلنا عربي فهل هو موجود بمنطقتنا الخليجية لو مدرب عربي لكن يعمل خارج منطقتنا؟ وإذا قلنا مدرب غير عربي فهنا راح ندخل في مدارس كثيرة عالمية، يعني عقليته أوروبية لو برازيلية أو لاتينية، لو يعمل مع أندية عربية وخليجية داخل المنطقة العربية ويعرف طبيعة اللاعب العربي والعراقي، والأهم من هذا يعرف يحكي شوية عربي لو يحتاج مترجم حتى يوصل له المعلومة للاعب. هذا كان بالنسبة للجزء الأول بالسؤال. والآن خلونا نروح للجزء الثاني وهو جزء المدرب المحلي. هل المدرب المحلي مدرب مجرب بتدريب المنتخبات لو الأندية؟ وهل المدرب المحلي اللي نريده مدرب شاب لو مدرب كبير صاحب خبرة في مجال المنتخبات؟ وهسه بعد ما وضحت لكم نوعيات المدربين سواء محلي أو أجنبي والطريق اللي ممكن نوصل له بالتصفيات، راح أقول لكم على رأيي الشخصي واللي ممكن يوصلنا لنهائيات كأس العالم حتى من المباراتين القادمة أمام كوريا والأردن بسهولة وبدون ما نوصل للدور الرابع أو الملحق أصلا. والحل برأيي الشخصي هو إدارة المنتخب تكون من 3 مدربين محليين متنوعين ومختلفين بالأفكار والأعمار، ويكون على رأس هذول المدربين مدرب أجنبي صاحب خبرة في منطقتنا العربية، ويكون هو مستشار للمنتخب. وهذا المدرب المستشار ما يوقف على خط الملعب لكن يتفرج من بعيد وينطي ملاحظاته إلى المدربين المحليين اللي بالملعب. وبهذه الطريقة يصير عندنا خلطة ما بين حرص المدرب المحلي والوطني وقوة وملاحظة المدرب الأجنبي. هذا هو الحل. الحل هو فريق لإدارة المنتخب خلال هذه الفترة.
وهذه الإدارة متكونة من مستشار أجنبي على المدرجات ومدربين محليين يعملون داخل الملعب. يعني من الأخير احنا ما محتاجين مدرب، لكن محتاجين فريق من المدربين حتى يديرون فريق من اللاعبين خلال فترة قصيرة، وممكن تكون فترة أكثر من قصيرة. وهذا الحل اللي ذكرته ممكن يكون الخطة أليف، لكن في حالة فشل هذا الحل عندنا لازم يكون خطة باء، أي لازم تكون عندنا خطة بديلة. والخطة البديلة في هذه الحالة وبرأيي الشخصي المتواضع هي لازم تكون مسؤولية صاحب المشروع نفسه، وهو الكابتن عدنان درجال. يعني بمعنى آخر، إذا ما قبل أي مدرب أجنبي يكون هو المستشار اللي على المدرجات، فأنا شخصيا أرشح الكابتن عدنان درجال لهذه المهمة، ويكون هو المستشار على المدربين الثلاثة المحليين اللي بداخل الملعب، لأن أنا على ثقة كاملة بالكابتن عدنان درجال وقدراته لقراءة المباريات وتصحيح الأخطاء أثناء اللعب. وهذه الحلين إذا نظرنا لهن بنظرة أخرى، لكن من جانب اللاعبين العراقيين اللي بداخل الملعب، راح نشوف بأنه اللاعب اللي راح يلعب هذه المباريات الأخيرة يكون على قناعة تامة بأنه المدربين اللي على خط الملعب واللي بالمنطقة الفنية والمستشار اللي على المدرجات إذا اتخذوا قرار تكتيكي أثناء المباراة، فأكيد هذا القرار مدروس وليس ارتجالي، واللاعب إذا اطمئن من صحة الجانب التكتيكي راح ينطي كل ما عنده داخل الملعب والآخر لحظة بالمباراة. وهسه وصلنا للخلاصة، وهي جوابي لسؤال الجمهور: مدرب أجنبي لو محلي؟ جوابي: لا مدرب أجنبي لوحده ولا مدرب محلي لوحده. يعني أي مدرب أجنبي إذا يستلم المنتخب حاليا ويقول أنا أعمل لوحدي وما أريد مساعدة من أحد، فهذا دا يجازف بحظوظنا بالتأهل لكأس العالم. وإذا أي مدرب محلي يريد يعمل لوحده وما يكون وياه مستشار ينطيه المشورة باللحظات الصعبة بالمباريات، فهذا أيضا دا يجازف مثل المدرب الأجنبي. فإذا الحل الوحيد هو فريق من المدربين يدير فريق من اللاعبين. هذا كان رأي شخص من يوم ما انولد وهو عايش مع كرة القدم. وبالنهاية هذا الفيديو هو رسالة إلى من يهمه الأمر، وإحنا كلنا نحب نساعد بالوصول لمنتخبنا لكأس العالم، حتى لو بفكرة بسيطة ممكن تتحول إلى حل حقيقي ممكن ينقذنا بهذه المرحلة. وأخيرا شكرا لكل من كمل الفيديو الأخير، ونشوفكم إن شاء الله على خير.